جرام برضو بصل بودر، 50 جرام بصل بودر، عليهم 20 جرام كركم، 20 جرام فقط كركم، 20 جرام كركم يا جماعة. وممكن نستكفي ب 10 جرام بس. تمام. انا محتاجه عشان يديني ايه تيست كويس مع البابريكا بالذات في بهارات الايه بهارات الكشري. طيب انا عندي تريك هنا مهمه جدا جدا. متابعينا الكرام في كل مكان وحياكم بتحية الاسلام قائلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيب قلبي زي ما طلبتوا مني وانا وعدتكم ان شاء الله ان في اقرب وقت ممكن هعمل لكم بهارات الكشري المصري. تعالوا النهارده بقى اقول لكم على ازاي نقدر نعمل بهارات الكشري المصري ويطلع اجود واجمد واحلى من اي بهار موجود عند اصحاب مطاعم الكشري الكبار، والطعم بتاعك يطلع حكايه ويتعدى مطاعم كتير منهم الزعيم مع احترامي له طبعا، واحسنها مطعم هتكوني اجود منه وهتعملي طبق الكشري لاولادك بطريقه جميله جدا بطريقه سلسه. ما دام التوابل كويسه هتدي تركه محترمه لاكلك ان شاء الله. يلا بينا نقول لكم الاول على المقادير ونكمل مع بعض الفيديو بتاعنا. يلا بينا نشوف مقاديرنا ايه الاول. هنجيب معايا الاول بصل بودر، توم بودر، بابريكا مدخنه، شجر كافوره، شطه قرون، جنزبيل، كركم، فلفل اسمر، كزبره، مرقه خضار، حبهان، ليمون بودر ليمون بودر، سكر. هجيب معايا كوبايه صيني واحتاج معايا برضو مكونات تانية. بالمكونات اللي قدام حضراتكم ديت هنعمل لكم اجمل واحلى تحويجه. بس بالله عليك لو اول مره تشاهدني ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس، ولو حضرتك مشترك عندي بالله عليك ما تنسى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتضغط لايك دلوقتي. ويلا بينا ورجعنا لكم تاني حبايب قلبي في كل مكان زي ما عودناكم. تعالوا هنتكلم هناخد الطبق الحلو بتاعنا ده وهنتكلم النهارده برضو بالجرامات. هتكلم معاكم النهارده بالجرامات. تمام. علشان حبايبنا اللي هم دايما بيسالوني لو سمحت اكتب المقادير في صندوق الوصف، لو سمحت عاوزين نعرفها بالجرامات. هقول لكم النهارده بالجرامات ولكن ورقه وقلم مسجل معايا. طيب زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا هناخد المكونات الحصى ونطحنها الاول، لان انا عندي فصلين. الكزبره بفضلها ان هي تكون حصى عشان تديك مذاق وطعم كويس بيكون اجود شويه. فهنتفق مع بعض الاول ان انا هحط لك المكونات الحصى الاول، بعد كده في البيت هتطحنها، بعد كده هتضيف عليها المكونات اللي هي البودر. خلاص. اول حاجه هاخد معايا 50 جرام من الفلفل الاسمر، 50 جرام. طبعا انت هتوزن انت عندك بالجرامات، وانا هقيسها. انا عندي كام قيمه من 3 معالق ونص ل 4 معالق. تمام. 50 جرام فلفل اسمر، عليهم 50 جرام كزبره. طبعا الكزبره هتبقى حوالي 6 معالق لان الكزبره دايما بتوزن معاك. احنا كده خدنا 3 4 5 6 لان الكزبره بتكون خفيفه شويه عن الفلفل الاسمر. طيب هناخد برضه عليهم عود شجره كافوره قيمه 10 جرام. 10 جرام يا جماعه، 10 جرام خشب الكافوره. احنا ببدا دلوقتي بالحصى الاول. عليهم 10 جرام حبهان، 10 جرام حبهان اهو، 10 جرام حبهان. طيب الشطه بقى على حسب الرغبه، ولكن البهارات الكشري بتعشق الشطه، فهنخليها احنا هنا نحط في الفيديو عندنا هنا قيمه 10 جرام شطه، ولكن حضرتك انت بتزود زي ما حضرتك محتاجه انت في البيت. طب التركه فين بقى عندي هنا؟ التركه عندي في البهارات. الاول هناخد عليهم 50 جرام بابريكا مدخنه، 50 جرام. معاك من 40 ل 50، فاحنا هناخد 3 معالق بس على حسب، لان برضو البهارات الكشري بتعشق البابريكا عشان الصلصه والحاجات ديت بتديك اللون اللي هو اللون المطلوب المرغوب. هناخد عليهم معايا هنا 30 جرام مرقه خضار. انت بتقولي هناخد عليهم 30 جرام مرقه خضار. تمام. 30 جرام مرقه خضار، 30 جرام مرقه خضار عليهم بقى. ده والتركه بتاعتنا هنا ان شاء الله اللي احنا هنضيفها معاكم هنا النهارده ده ليمون بودر. وبرضه هنضيف من الليمون البودر كام؟ 30 جرام ليمون بودر. طيب معلش انا عندي عنصر اساسي لازم اقول لكم عليه، بس لازم تضيفوه، اللي هو الخل البودر. التركه بتكون موجوده في الخل، بيكون نفس الشكل ده. هناخد منه تاني 30 جرام. يعني انا ضفت هنا 30 جرام من الليمون. في برضه خل بودر بيجي بنفس الشكل ده بالظبط من عند اي عطار، ولكن معلش هو مش متوفر عندي حاليا، ولكن لازم انا اقوله. التركه في الخل البودر.
طب انا ما عنديش خل بودر ما تلاقيتوش، يبقى انا ايه هستخدم اللي هو الخل العاده بس يكون مركز. هاخد قيمه ايه من معلقتين ل3. نرجع تاني هنا هناخد معانا قيمه 20 جرام من الكوبابه الصيني. ده حصل نسينا نحطها في الاول. 20 جرام كوبابه صيني تمام. هناخد بقى 25 جرام جنزبيل بودر. 25 جرام جنزبيل بودر. برضو بيحب الجنزبيل بس مش بنسب كتيره. هناخد عليهم 50 جرام توم. 50 جرام توم بودر زي ما حضراتكم شايفين كده. 50 جرام توم بودر. عليهم طبعا البصل معلش نشف مننا. هناخد عليهم ايه قيمة 50 جرام برضو بصل بودر. 50 جرام بصل بودر. عليهم 20 جرام كركم. 20 جرام فقط كركم. 20 جرام كركم يا جماعة. وممكن نستكفي ب10 جرام بس تمام. انا محتاجه عشان يديني ايه تيست كويس مع البابريكا بالذات في بهارات الايه بهارات الكشري. طيب انا عندي تريك هنا مهمه جدا 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 لازم اقول لكم عليه. انا ضفت هنا السكر ليه؟ ضفت هنا السكر طبعا انا معلش كل مره انا بجيب لكم مكونات كتيره ولكن انا عاوز اطلع تيست كويس. يعني الطبق اللي حضراتكم شايفينه ده مش هيكلفكم مثلا 20 او 25 جنيه لو احنا جينا نجيب مقاديره من عند العطار، بل بالعكس مش هيكفينا 20 جنيه وهيقعد معانا فتره كبيره. طيب انا جبت السكر طبعا هطحن انا ده طحنه كويسه. بعد كده بضيف السكر. عندي اقتراحين. اضيف السكر يا اما خشن بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده اضيفه على البهارات تمام. اضيف منه كام جرام؟ اضيف منه مثلا اضيف حوالي 30 او 35 جرام. من 30 ل 35 جرام سكر. وممكن اضيف 50 جرام ولكن انا عشان دايما المزازه بتاع الكشري بتكون هي مرغوبه وهي المطلوبه تمام، سواء بيكون ميزز او معاه الشطه هو المطلوب او المرغوب. فهستكفي انا بكام؟ ب 35 جرام تمام. اضيفهم 35 جرام من السكر ولكن بعد طحين الطبق الجميل ده والشكل الجميل بضيف الايه؟ بضيف السكر بتاعي لان لما يكون خشن بيدينا طعم كويس جدا جدا مع البهارات بتاعتي. لو في مراره عندك بشيلها ولكن المزه بتكون موجوده ولكن المراره بتشيله. والتركه المهمه جدا جدا يا حبايب قلبي اللي هو الخل البودر. بيجي بالمنظر ده والشكل ده خل بودر. بنضيف من الخل البودر كام؟ بنضيف حوالي من 30 ل 35 او 40 جرام على حسب الطعم اللي حضرتك هتثبت عليه. يعني انا مثلا انا عن نفسي انا شخصيا بضيف للتحويجه ديت من 30 ل 35 جرام. انت ممكن تكوني بتحب طعم الخل شويتين تمام. فلما انت هتستخدمي الخل ممكن تخليه 50 جرام. خلاص انت بتحبي الخل هيكون طعمه كويس معاكي في الدقه اللي انت بتعمليها او دقه التوميه اللي انت بتعمليها بيديكي طعم كويس. طب البهارات ديت اضيفها ايه؟ اولا بضيف عنصرين منها. بضيف منها على الصلصه ده واحد، وبضيف هنا على التوميه اللي انا بعملها. بجيب طبعا طبق التوميه بتاعي بعمله. وطبعا هديكوا شويه نصايح. لازم يكون المكرونه معاك كويسه. المكرونه اللي انت بتعمليها اولا تضيف عليها زيت قبل ما تيجي تسلق المكرونه. تنقي نوع مكرونه كويس نوع يكون فاخر وتضيفي معلقتين زيت الاول عشان ايه؟ عشان تكون معاها قوام كويس وتخليها نص سوا. بكده يبقى احنا عاملين لكم بهارات الكشري وجربوها جدا 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 جميله جدا جدا. انا بصراحه يعني من الحاجات اللي بفضل الله بنتميز بيها في محلنا. وده تمشي معاكم شاورما. انت بتقول ايه يا عم؟ بهارات الكشري تمشي معاكي شاورما دجاج، تمشي معاكي شاورما تمام، وتمشي معاكي ولكن شيل عنصر الخل خالص منها وعنصر الليمون. هتمشي معاكي شاورما وهتكون طعمه جدا جدا. بحبوك في اللي هي اجمل والله واجمل متابعين في الدنيا كلها. بالله عليك لو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لي سبسكرايب للقناه. ولو انت مشترك معايا زدني شرف وزدني محبه لحضرتك ان حضرتك تضغط لايك وتصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. بحبكم في الله. كان معكم مالك العطار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.